وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن أول الفرائض والواجبات وأعظم حقوق الله على العباد. أتدرون ما هو؟ إنه معرفة الله. أصل الدين معرفة الله، أصل السعادة معرفة الله، أول الأمر وآخره معرفة الله، أجل المعارف معرفة الله. وكلما عرف الإنسان ربه إلا وامتلأ قلبه حبا ومحبة وخشية وشوقا لله عز وجل. ومن أجل معرفة الله عز وجل خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وقامت سوق الجنة وسوق النار، وتميز الناس إلى فريقين. ومعرفة الله فطرة فطر الله جميع الخلق عليها. سئل أحد الأعراب: كيف عرفت ربك؟ قال: إن السير يدل على المسير، وأن البعر يدل على البعير. سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على العزيز الخبير سبحانه؟ نحن في أمس الحاجة إلى تجديد الإيمان ومعرفة الرحمن سبحانه وتعالى، لأن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب ويبلى كما يبلى الثوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد تعرف الله عز وجل على عباده في القرآن الكريم بأسمائه وصفاته، بأسماء الجلال والجمال والكمال، ودعا عباده إلى معرفته، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات. ويا عجب كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وصف الله عز وجل في القرآن الكريم، وصف نفسه بصفات الكمال والجلال والجمال، فقال سبحانه في أعظم آية: الله لا إله إلا هو. اقرأ هذه الآية، فيها أكثر من 13 اسما وصفة من صفات الله عز وجل. قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر هذه الأسماء 15 في أواخر سورة الحشر. ثم يخاطبنا ربنا فيقول: الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من عام، إلى آخر الآيات. فيعرفنا على نفسه سبحانه وتعالى. وأعظم الناس معرفة بالله هو رسول الله، الذي وصف رب العالمين بصفات الكمال والجلال، فقال: إن الله حي كريم، إن الله رفيق يحب الرفق، لله أرحم بكم بأمهاتكم، لله أشد فرحا بتوبة عبده من كذا وكذا. يصف صفات الله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، إلى آخر هذا الحديث. يصف النبي عليه الصلاة والسلام صفات الله سبحانه وتعالى. والأنبياء عرفوا رب العالمين سبحانه، والملائكة عرفوا رب العالمين. أطت السماء وحق لها أن تئط، أي ثقلت السماء وحق لها أن تثقل. ما من موضع في السماء 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل. والأنبياء عرفوا الناس برب العالمين سبحانه. فلما سأل النمرود سيدنا إبراهيم: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. ثم بهت الذي كفر. وحينما سأل فرعون موسى قال: فمن ربكما يا موسى؟ أجابه بهذا الجواب الشافي الكافي الحاسم الذي أخرس لسانه، فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربنا الذي خلق الخلق وأعطى كل مخلوق شكله وهيئته وصورته المناسبة لبيئته ولموقعه. فالجمل يعيش في الصحراء لأنه يناسب بيئة الصحراء. هناك حيوانات تعيش في القطب الشمالي لا يمكن أن تعيش في القطب الجنوبي، وهكذا كل مخلوق يناسب البيئة التي يعيش فيها، شكله وهيئته وصورته تناسب الوظيفة التي خلق من أجلها. من عرف الله أحبه وعبده حق عبودية ووقره حق التوقير. من عرف الله سعد في الدنيا والآخرة. فأعظم لذة في الدنيا لما هي لذة الأنس بالله، ولذة القرب من الله، ولذة معرفة الله سبحانه وتعالى. لو عرفت الله لرضيت بقضائه، لو عرفت الله لما استعجلت النتائج قبل إبانها وقبل أوانها. لكل أجل كتاب، أي لكل مكتوب أجل مسمى لا يتقدم ولا يتأخر. ولذلك
ولذلك اصبر وانتظر الفرج، واعلم بأن كل قضاء الله خير وفيه حكمة قد تعلمها وقد لا تعلمها. المصيبة الكبرى هي الجهل بالله، لأن الجهل بالله مصيبة عظيمة تجعل الإنسان يتخبط في حياته في هذه الحياة. ولذلك بنو إسرائيل لما عبروا البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قال إنكم قوم تجهلون. لو عرفتم الله ولو عرفتم آياته التي رأيتم ولو عرفتم حقيقة الله عز وجل لما قلتم هذا الكلام، لكنكم قوم تجهلون. الاسم الجليل الجامع لكل أسماء الله الحسنى هو الله، لفظ الجلالة، الاسم العلم المفرد، الاسم الأعظم الذي تنسب إليه كل الأسماء الحسنى هو الله. ثم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله، الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فكل الأسماء تنسب إلى الله، يقال الله هو الملك هو القدوس، ولا يقال القدوس هو الله. فلذلك دائما تنسب الأسماء إلى اسم الجلال اللي هو اسم الجلالة اللي هو لفظ الله جل جلاله، الذي ذكر في القرآن 1000 مرة وتكرر في آيات كثيرة. لا تخلو آية أو سورة من ذكر الله، بل إن رب العالمين أول صفة وأول أسماء تعرف بها على عباده بسم الله الرحمن الرحيم. فما تظن برب العالمين؟ ما تظن بالله الرحمن الرحيم؟ ما تظن به إلا خيرا، ظن بربك خيرا. الله هو الاسم الذي إذا ذكرت العناية والرعاية واللطف. الله لطيف بعباده. الله جل جلاله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره الله، وما ذكر في خوف إلا أمنه الله، وما ذكر في هم إلا فرجه الله، وما